يسعد أوقات الجميع من وين ما كنتوا عم تتابعوني. بهذا الفيديو بدي ساوي الكيكة الترند، كيكة الهبة أو كيكة دبي، وفعلا بتستاهل هذا الاسم لأنه الطعمة رائعة. تابعوا الفيديو واعطوني رأيكم بالتعليقات، وإذا أول مرة بتشوفوا فيديوهاتي يا ريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس منشان يوصلكن كل شي جديد، ولا تنسوا اللايك ورأيكم كتير بيهمني بالتعليقات. بداية لتحضير الكيك بحتاج كاسة طحين، كاسة إلا شوي سكر، نص كاسة مي، وربع كاسة زيت نباتي، ملعقة باكينج باودر، ملعقة فانيليا، حبتين بيض، 100 غرام زبدة، و50 غرام شوكولا، وملعقة كاكاو. بداية نزلت الزبدة والشوكولا ورشة ملح، ومنحطن على حمام بوخار، ومندل منحرك لحتى يدوبوا كتير منيح. وبس دابوا بهذا الشكل مننزل السكر فوق الزبدة والشوكولا والفانيليا والزيت النباتي ومنخلطهن. وبس وصلنا لهذا القوام منضيف البيض وكمان منخلطهن. وهلأ المكونات الجافة: الطحين والكاكاو والباكينج باودر، وبننخلهن وبعدها بنخلطهن. وطبعا قوامن سميك. رح ننزل المي السخنة، نص كاسة مي سخنة رح ننزلها على دفعتين، ونخلطهن لحتى يصير قوامن بهذا الشكل. هيك صاروا جاهزين. جهزت جاط البيركس وحطيت بقلبه ورق زبدة ونزلت الخليط، وهلأ صاروا جاهزين للخبز. والفرن بيكون شغال على نار هادية بس من تحت لمدة 30 دقيقة على الرف الوسطاني. عندي نص كيلو كنافة ناعمة، طبعا بدها تكون مفرزة، وفورا منطالعها من الفريزة ومنقطعها بهالشكل قطع ناعمة. وبمقلاية مننزل ملعقة سمنة أو زبدة ومننزل الكنافة فوقها، ومنبدأ منقلبها لحتى نحصل على هذا اللون، تتحمص وبتصير جاهزة. وهلأ بدي أحضر الحليب المكثف المحلى. بدي كاسة سكر، كاسة حليب ناشف، حليب بودرة، وكاسة حليب طبيعي. بننزلهم بالخلاط ونخلطهم لمدة 5 دقايق. هلأ بنزلهم بوعاء يكون واسع شوي وبرفعهم على النار، وبدها النار تكون هادية. وبس غلو نتركهم 5 دقايق على النار ونطفي تحتهم. وطبعا الغلي أنا حبيت أغليهم منشان يدلوا معنا لوقت أكتر إذا حبيتوا تحتفظوا بالكمية. وهيك صار معنا أحلى حليب مكثف محلى، طريقة كتير سهلة. هلأ صوص البستاشيو: كاسة فستق حلبي أنا نشفتهم بالفرن 5 دقايق، بنطحنهن على محضرة الطعام أو مطحنة البن اللي متواجد عندكن. وبعدها نزلتهم بالخلاط ونزلت عليهم نص كاسة زيت نباتي. وطبعا تطحنوهن على مراحل مشان بصير تكتلات، بدكن تحرروا التكتلات اللي بتتجمع. وهلأ رح ضيف نص كاسة حليب مكثف محلى. وهيك صار صوص البستاشيو جاهز، واللون طلع غامق شوي لأنه الفستق الحلبي تازة. هلأ صوص الكندر: كاسة بندق محمص منحطهم بالخلاط منخلطهن، ورح ضيفلن شوكولا بيضة انتو الشوكولا اللي بتحبوها، والحليب المكثف المحلى. وطبعا بدي ضيفلن كاسة حليب بالتدريج، وزيت نباتي، بس زيت نباتي ما بتكتروا. وهيك صار صوص الكندر جاهز. وهيدي الصوصات كلها صارت جاهزة: الكندر والبستاشيو والحليب المكثف المحلى. وهذا الكيك بعد ما طلعناه من الفرن
ما شاء الله القوام والريحة غير شكل. وهلأ جبنا الجاط اللي بدنا نحضر فيه الكيك، وقطعنا الكيكة وهيك صاروا جاهزين بهذا الشكل، حطيناهن بجاط وبعلبة. وهلأ هاي الكنافة المحمصة ورح نضيف البستاشيو عليها. حضرنا الكنافة وصارت جاهزة، وما شاء الله اللون بياخد العقل. نزلنا الكنافة فوق الكيك ومنرصها كتير منيح. وهذا الكيك التاني طبعا بدنا نرصها كتير منيح. رح نضيف الكندر فوقها، شوكولا الكندر أول شي رح نضيف الكندر. وما شاء الله المنظر كتير حلو والطعمة أكيد رائعة. والقلب التاني رح نساوي بالشوكولا، أنا اخترت الشوكولا شوي فاتحة. شوفوا ما شاء الله المنظر، وزيناها وهيك صارت جاهزة. وشوفوا الطبقات، طبقة الكيك والكنافة والشوكولا، والمنظر لحاله بكفي ما شاء الله. وهلأ أكيد لازم ندوق. بسم الله. وهلأ رح ندوق. بسم الله. شوفوا المنظر ما شاء الله بشهي. بسم الله الرحمن الرحيم. الطعم ما شاء الله كتير كتير طيب، وعن جد بتستحق انها تكون كيكة دبي، كتير طيبة. ورح نجرب الكندر. بسم الله. شوفوا ما شاء الله الطبقات. بسم الله. وأكيد هاي الكيك لازم يكون ترند على اسم القناة.